السلام عليكم، ازيك؟ الاخبار؟ يا رب تكون كويس. اهلا بيك في حلقه جديده من قعده رايقه. اولا شكرا جدا لاي حد بيسمع البودكاست ديت. تعالى نتكلم النهارده بقى عن حاجه جديده، وهي عن الريفيوهات، وان اي حد دلوقتي يقولك انا بلوجر او ريفيور وشغال حتى اي حاجه على السوشيال ميديا. يعني ايه ريفيور بقى يا عم الحاج؟ واحد بيقولك رايه في الحاجه بس كده. خلينا بس نوضح ان احنا ما عندناش مشكله مع الاشخاص ذات نفسهم ولا حتى كمحتوى، لانك انت لو فكرت فيها هتلاقي ان فعلا هما الى حد ما بيفيدوك. زي مثلا انك بدل ما تروح تجرب انت الحاجة الجديدة اللي انت مش عارفها ولا عمرك سمعت عنها، هو بيلبس فيها هو ويقولك تجربته، فبدل ما انت كمان تتخزوق فيها هو مشكورا بيتخزوق مكان. بس الكلام ده للناس اللي بتجرب الحاجة الجديدة او اللي محدش جربها كتير. انما ملاقيش واحد يروح يجرب هارت اتاك مثلا، وده بالمناسبة من احسن المطاعم اللي جربتها بتاعت فرايد شيكن، او اي مطعم عالمي وكل الناس عارفاه وجربته، ويقولك هنعمل عليه ريفيو. يا ابني ما انت كده الناس كلها عارفاه اصلا، ويفتكر ان هو كده حتى ريفيور. لا يا معلم، انت كده نحات ورايح تاكل وتتصور وخلاص، وعايز تنشر الموضوع ده علشان تجيب منه فلوس وخلاص. فانت ما تجيبش الحاجة البلد كلها عارفاها ومجرباها وتيجي تعمل عليها فيديو. واللي اكتر من كده، كام واحد رأيه اصلا لا يعتد بيه ويجي يقولك رأيه في الاكل. اصل معلش، انت علشان تعمل حاجة زي ديت فانت على الاقل خالص يا اما تكون خبير في الاكل وبتطبخ مثلا، او جربت اكل كتير، او واحد بقى بتعشق الاكل وتخين مثلا، او بتاكل كتير، او بتحب الاكل جدا وجربت مليون حاجة. انما ما لاقيش واحد ملوش اصلا في الاكل ولا بيعرف اي حاجة فيه غير ان هو بياكل شوية اكل وخلاص ويروح يديني رأيه في الحاجة. ده انت كده في منتهى العبثية. اصل معلش، مش كل واحد ربنا كرمه وجاب اكل وربنا رزقه ببق يتكلم بيه فيتصور ويوريهولنا ويقول لنا رأيه فيه. يعني في ناس محترفة في الموضوع ده وفعلا بيشرحوا ايه مكونات الاكل وفي ايه وكل حاجة عنه، بحيث ان فعلا يكون عارف الاكل ده من قبل ما اكله. يعني انا حتى من قبل ما اروح عشان اطلب الوجبة انا عارف كل حاجة عنها، لدرجة انا ممكن ما اطلبهاش اصلا. انما في ناس والله في فعلا فيديوهات بشوفها بيقولوا على الاكل حلو وخلاص. يعني هما كل اللي هما بيعملوه يقوموا رايحين المطعم واكلين، جايبين اكتر حاجة اصلا الناس بتجربها هناك ومشهورين بيها، ويقوموا واكلينها ويقولك تمام المطعم ده جامد وحلو. طب يا ابني انت كده ما اديتنيش حاجة ولا حتى رأي. انت كده حرفيا كل اللي انت بتعمله كل حلقة، يعني فعلا كل حلقة بيعملوا كده، يروحوا مطعم مختلف يقوموا طالبين اشهر حاجة عندهم وواكلينها ويقولك لا المطعم حلو والاكل حلو. طب ما انت كده فين بقى المحتوى؟ بس برضو عايز اقولك ان في فعلا فيديوهات حلوة وفي منها الوحش. بس نيجي بقى للي هما بيعملوه، يقولك ايه؟ العيش مش متحمص كويس، الصوص زيادة او قليل، اللحمة مش جوسي، وده دايما بتبقى مش جوسي. يعني متفهمش كده، يعني هو بيبان ان هو كده فاهم في الاكل. ومش عارف الخيار المخلل هم حاطين 2 مفروض يحطوا 3، مش عارف بيعملوا ايه، والبطاطس مش عارف مزيتة. يا جدعان انتوا كده بتدخلوا نفسكم في تفاصيل حاجات وحاجات زيادة. فين ايام لما كانوا بيحطوا لنا الاكل وخلاص؟ الواحد كان بياكل عشان مجرد ان هو اكل ويستمتع بيه، ان هو يقول الاكل حلو هاكل هنا تاني، او وحش مش هاكل هنا تاني. انما التفاصيل الزيادة ديت خلت الانسان حتى مش عارف يستمتع باكله، لانه دايما بيسعى للحاجة الاحسن. تلاقي مثلا انت وليكن عندك سندوتش برجر، بدل ما تفكر هل هو طعمه حلو ولا لا، عادي بتاكل، ايه المشكلة يعني؟ لو حلو هتاكل تاني، لو وحش خلاص. انما انت بدأت تفكر بقى اللحمة مش جوسي، مش عارف البتاع ديت مالها، وتقعد تفكر نفسك وتقول انا شفت بقى الراجل دوت بيعمل سندوتشات جامدة ومش عارف ايه. ففعلا زمان كان الواحد بيستمتع اكتر بالاكل، وكان بياخد جزء من قلبه مثلا علشان فعلا بيديله كل الحب اللي فيه. ففعلا كمية التفاصيل ديت بدأت تأثر علينا، زي احنا مثلا بقينا نسعى ان للكمال، وان احنا
نتأثر بالحالة النفسية بسبب الموضوع ده، انك ممكن ما تستمتعش بالاكل، نفسيتك تتضايق مثلا من كمية الاكل اللي بتتجاب او من الحاجات اللي هم بيعملوها وانت مش قادر تعملها. بس هي فعلا لها مميزات، انك بتاخد خبرة في كل حاجة في الاكل، من اسماء الاكلات واسعارها وانواعها، وتاخد فكرة عن كل حاجة. زي بالمناسبة كلمة جوسي معناها ان اللحم مثلا ما فيهاش عصارة او دهون، فانت ما كنتش هتعرف مثلا الموضوع ده، او هتعرف مطاعم او انواع اكل او اشكال او اي حاجة. او مثلا اللحمة الاسترالي اللي القطعة فيها ممكن تبقى ب1000 جنيه ومعدية كمان، انت يعني هتعرفها منين؟ ده انت كحيان وعايش في مصر، او حتى ممكن في اي حتة تانية، بس فعلا هتلاقيها غالية في اي حتة عندك. فانت هتعرف منين الموضوع ده؟ غير ان هما بيروحوا وبياكلوا ولاد المحظوظة دول، وانت بقى مجرد اللي انت بتاخد الفكرة منهم وبتشوف بقى الحاجة اللي هما بيعملوها، بدل ما انت ما تبقاش عارف تجربها او تعملها. بس العيوب بقى في الموضوع ده ايه؟ ان فعلا المصاريف كتيرة على اكل كتير، وكل ده اصلا ملوش لازمة. يعني انت بتدفع فلوس كتير زيادة عن طاقتك واللزوم علشان تعمل الفيديو ده وتتكلم عليه. مش هقولك بقى هل انت بترميه ولا بتديه لحد ولا بتتصرف فيه ازاي، بس الفكرة اصلا انك بتجيب الاكل بزيادة، تصرف عليه كتير. دلوقتي بقت عايز كل واحد يعمل فيديوهات وبقى عايز يتشهر. يعني انت لو جيت فكرت فيها هتلاقي انك بتعمل ايه؟ واحد مجرد ان هو بياكل وبياخد فلوس وهي ده حياته وعيشته. بس فعلا كل ما كان المطاعم عارفة ان في ناس كتيرة بتعمل لها ريفيوهات، هتلاقيها كل المطاعم بتسعى ان هي تحسن من الاكل بتاعها ومن الجودة، عشان عارفة ان هيجي في يوم وواحد هيقيمها. بس المشكلة بقى ان الناس كلها بدأت تسيب المهن الاصلية، ان هي بقى دكتور ولا مهندس ولا شغال في شركة ولا اي حاجة، وبقى مصدق نفسه ان هو ريفيور، وهي دي بقت حياته والشغلانة بتاعته، وما عندوش اي حاجة غير كده حرفيا بيعملها. فتلاقي حياته كلها ان هو شغال على اليوتيوب فيديوهات للاكل، مجرد ان هو بياكل وياخد فلوس بسبب الموضوع ده. فهي دي الفكرة برضو، والمشكلة ان هي بقت حتى مهنة. ربنا ما قالناش كده ولا الدين ولا اي حاجة ان احنا نقعد ناكل وخلاص وناخد فلوس من الموضوع ده. دي بقى مشكلة. الشخص اللي بيجيب الاكل ده ما بيبقاش عارف ان هو بالكمية اللي هو بيجيبها والفلوس اللي بيصرفها ممكن يأثر على واحد تاني بيتفرج عليه، ظروفه مش سامحاله، او ما بيجيبش الاكل ده كله، او حتى تعبان. ممكن الموضوع ده يأثر عليه بالسلب، ان هو مش عارف ولا يجيب اكل ولا يصرف ولا يعمل اي حاجة. بس برضو خلينا نحط في الاعتبار ان ده برضو مش غلط من الراجل. هو الراجل بيعمل فيديوهات وما قالش لحد اتفرج ولا اعمل. انت راجل مش مقتدر او مش معاك، براحتك خلاص ما تتفرجش، انما مش هنجبره ان هو ما يعملش علشان انت راجل مش سوي نفسيا او ما عندكش المعلومات والفكر اللازم عشان تقدر تعدي الموضوع ده وما تتأثرش بيه. فهما الاتنين خلينا نقول ان هما غلطانين، بس كل دول عادي وممكن اتفهمهم وما عنديش معاهم اي مشكلة. ان واحد بيعمل ريفيوهات عن الاكل وانت راجل بتتفرج عليه عادي خالص. وانا شخصيا على فكرة بحب الفيديوهات ديت، وبحب اعمل اكل والطبخ واتفرج على ناس بتطبخ وبتعمل اكل وحاجات كتير، زي مثلا عمر في المطبخ، ان فعلا اكلاته بتبقى سهلة وسريعة. فعمال الاكل والطبخ ذات نفسه والفرجة على الحاجات اللي بتديك خبرة فعلا من امتع الحاجات اللي ممكن الناس تتفرج عليها. بس مش خلينا برضو نقول مش كله، انك بتاخد خبرة في الاكل سواء يكون حلو او وحش، وبتعرف الحاجات اللي فيها. بس اللي فعلا مش حلو بقى وغريب ومش منطقي في الفيديوهات ديت هو الفيديوهات الاكل ذات نفسها، اللي الشخص بيجي ما بيعملش اي حاجة في الفيديو غير ان هو قاعد بياكل، وحتى ما بيقولكش رأيه مثلا هو الاكل ده عامل ايه او ايه الحاجات اللي فيه، لا هو بياكل وخلاص. وليكن مثلا يجيب خروف كامل ويقوم حطه قدامه ويقعد ياكل فيه، والمشكلة ان هو بيكبش فيه وبياكل بطريقة مستفزة وغريبة جدا.
يعني المحتوى ده ولا حتى الدين بيقول كده. فتلاقيهم ناس غالبا كوريين قدامهم 20 بيضة وفراخ ونودلز كتير واكل بالهبل، ويقعدوا ياكلوا فيه لحد ما يخلصوه. والمشكلة بقى في الميكروفون اللي بيحطوه حرفيا في زورهم، ويفضلوا يعملوا بيه اصوات مزعجة جدا ومقرفة، بتخلي الانسان طبلة ودنه حرفيا توجعه من كتر الاصوات اللي فيها. يعني أنا مش عارف ازاي ممكن حد يستحمل طبقة الصوت دي. للأسف المحتوى ده بقى حتى منتشر عندنا في العالم العربي، وبدأ يبقى فيه ناس كتيرة بتعمله. والغريبة انه بيجيب مشاهدات وحاجات كتير. يعني راجل كل اللي هو بيعمله ان انت بتتفرج على واحد بياكل وبيخلص الاكل اللي قدامه بكميات غريبة، بطريقة اكل غريبة، بسرعة وبيكبش فيها ومقرفة جدا، وبياخد فلوس على الموضوع ده. انا حتى على فكرة ما عنديش مشكلة مع الناس، هما ممكن يكونوا احسن مني واحسن من ناس كتير وكل حاجة فيهم حلو، بس للأسف المحتوى بتاعهم هما اللي اساء ليهم باللي هما بيعملوه. لان المحتوى فعلا سيء بدرجة مش طبيعية، انهم بياكلوا بطريقة غريبة ومقرفة ويملوا في بقهم ويحشروا علشان يخلصوا الاكل ده وخلاص. ولا الدين ولا العقل ولا المنطق ولا حتى صحته اللي يقبل اللي هو بيعمله ده. بس هو حتى لو بيأثر على صحته او اي حاجة مش هيبطل. عارف ليه؟ علشان هو واخدها من ناحية انا باكل كل حاجة انا حرفيا عايزها بكميات كبيرة وفي الوقت اللي انا عايزه، وباخد فلوس من الموضوع ده وببقى مشهور كمان. فطبيعي محدش هيسيب الفرصة دي ولا حتى الحاجة اللي هو بيعملها ديت، مع العلم ان هو اكل يعني حاجة كمان حلوة، ويجي يسيبها علشان خاطر واحد مثلا بيقوله لا ده كده غلط. وكمان مش المفترض اللي انت مخلوق علشان كده. انت مش مخلوق علشان مجرد اللي انت تاكل وخلاص او تعمل منها حاجة. بس الفكرة بقى فعلا دي اكبر مشكلة. ممكن حتى الاكل هو بيعمل حاجة هو بيحبها او عايزها، بس المشكلة الاكبر في الناس اللي بتضحك على البشر ويعملوا من الموضوع ده سبوبات. ان هو مثلا يروح اي مطعم ويقعد يقولك لا ده مطعم وحش واكله ما يستاهلش واكله ما مش عارف مليان ايه، ويقعد يكرهك في المطعم وفي الاكل بتاعه، وهو اصلا واخد فلوس من المطعم التاني علشان يشوه سمعته وخلاص. او يجي مثلا في مقارنات يطلع لك مطعم جامد قوي وحلو زي الفل وهو واخد فلوس من الموضوع ده، او بيروح يعمل ريفيو المطعم وهو واخد فلوس منه وبيقولكش لا صدق احنا كنا فجأة كده ماشيين لقينا مطعم فدخلنا كلنا سبحان الله جابوا الاكل تحفة وجميل ومتنظم وكل حاجة زي الفل. تروح انت بقى يا معلم على كلامه تجرب المطعم تلاقيه يعني زيكو تلوث ممكن يكون احسن منه. على الاقل خالص زيكو تلوث ده بيبقى سندوتشاته حلوة، انما ممكن تلاقي المطعم ده حتى اكله مش حلو. الحاجة التانية الناس اللي بتستغل ان هما مشهورين سواء من ريفيوهات الاكل او حتى على فكرة في ناس كتيرة انتوا عارفينهم كانوا مشهورين على السوشيال ميديا، اول ما يلاقوا نفسهم مشهورين بس يوموا فاتحين مطعم، وغالبا بيبقى مطعم فرايد تشيكن سواء في مصر سواء بره مصر والسعودية والحتت دي كلها. تلاقي واحد بدأ ما يبقى مشهور شوية يقوم عامل مطعم ومسميه على اسمه وبيع فيه الاكل بتاعه. الاكل بقى حلو وحش هو مش فارق معاه، هو الناس جاية علشان الشخص ده. ممكن تلاقي بعد كام شهر تلاقي الناس بتقولك عليه حلو في الاول وبعد كده يقولك لا ده وحش ومش حلو. هو اكيد جايب ناس في الاول يقعدوا ياكلوا ويقولوا على الاكل حلو وخلاص. حتى لو هو الاكل حلو في الاول يبقى مش هو ده البيزنس الاساسي بتاعه. هو مش فاتح مطعم علشان يقول مطعم بقى واهتم بيه ويبقى الاكل بتاعه حلو، لا هو فاتح بيزنس مجرد مكان الناس هتيجي تاكل فيه علشان انا مشهور ويتصوروا معايا وبس كده. اكيد انتوا عارفين الناس اللي فتحت مع مطاعم فرايد تشيكن في مصر وهم مشهورين، مش لازم نقول يعني اسماء. فيا ريت تحاول وتخلي بالك ان محدش يستغلك بالموضوع ده ويقولك ان اكل حلو او اكل وحش وانت تصدقه وتكسبه اللي هو عايزه. بس في النهاية انت حر تعمل اللي انت عايزه، سواء تعمل فيديوهات اللي انت ريفيوهات او تاكل او اي حاجة حتى تتفرج عليهم.
انت ليك مطلق الحرية ان انت تعمل اللي انت عايزه، لان مش انا اللي هاجي اقولك انت هتعمل ايه. اهم حاجة لما تيجي تعمل فيديوهات تفتكر تقول ان اللحمة مش جوسي وبس كده. احلى مسا.